عليها فعليا وإلغاء ضريبة الكاز المقطوعة يرفع الطلب عليه إلى نسبة 80%. هذا ما تحدثت به العديد من المصادر، حيث ارتفعت نسبة إقبال الأردنيين والطلب على مادة الكاز بعد التوجيه الملكي بتجميد الضريبة، وذلك وفقا لنقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعدات. وقال أيضا أن الطلب على الكاز ارتفع بنسبة وصلت إلى 80% خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن محطات بيع المحروقات شهدت تهافتا كبيرا من قبل المواطنين لغايات شراء الكاز في فصل الشتاء. إذا دعوني حاليا أرحب عبر الهاتف بنقيب أصحاب محطات المحروقات السيد نهار سعدات. أهلا بك سيد نهار، ودعنا نتحدث أكثر عن ارتفاع الطلب على مادة الكاز الذي وصل إلى 80%، وهي نسبة جيدة جدا مقارنة مع الفترة السابقة انخفض الطلب بشكل كبير على هذه المادة. دعنا نتحدث أكثر عن إلغاء الضريبة على الكاز، كيف ساعد وساهم بشكل كبير على زيادة الطلب؟ أختي الكريمة، الإرادة الملكية السامية إجت في الوقت المناسب وفي ظروف انخفاض درجات الحرارة والطلب المتزايد على التدفئة، ولم يكن الكاز في متناول يد الشريحة الأكثر في المجتمع وهي الشريحة الفقيرة. ومن تاريخ صدور القرار وبدء تنفيذه صار عندنا تهافت على معظم محطات الوقود في المملكة، وكان الطلب متزايد وصل إلى معدل 200 ألف لتر يومي، وبمعدل خلال 5 أيام ما يقارب 1,000,000 لتر. ولا زال الطلب مستمر بنفس الذروة نتيجة انخفاض الأسعار وقدرة المواطن على شراء هذه المادة لتدفئة أبنائه. هل من المتوقع أيضا مهندس نهار أن يرتفع الطلب بشكل أكبر خلال الفترة القادمة أيضا على هذه المادة؟ نعم أختي الكريمة، لأنها هي اللي أصبحت المادة الأساسية للتدفئة مع الغاز، وسعرها في متناول الجميع، لكن هاي المادة مربوط طلب فيها بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة. كل ما كان عندنا برد وانخفاض درجات الحرارة يتزايد الطلب، وكل ما كان في ارتفاع لدرجة الحرارة يتراجع. نعم، إذا سيد أو مهندس نهار، هل من المتوقع أيضا برأيك أن ترتفع هذه المادة خلال الفترات القادمة إذ ارتفعت عالميا؟ نحن نعلم أنه قرار ملكي ولا رجوع عنه، وهو تجميد الضريبة على هذه المادة، لكن ما بعد التجميد هل من المتوقع أن يرتفع عالميا أن ينعكس محليا إذ لم يكن على مادة الكاز على مشتقات أخرى أيضا؟ كان قرار دولة الرئيس واضح وصريح بأنه لن نرفع سعر المادة إذا ارتفع عالميا، وإذا انخفض سعر المادة عالميا ستنخفض بالأردن أكثر. نعم، إذا أود أن أشكرك نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعدات على هذه التفاصيل.